بسم الله الرحمن الرحيم. وعشان تكسبي الرز لازم تغلفيه كده. اي رز تعمليه بزيت سمنه لازم تغلفيه. الحبايه مفرفره معاكي كده وتطلع الحبايه حلوه معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحط للبصله بحط الكمون، حبه كمون. انا ساعات بعمله نشا ودقيق ناشف، النهارده عاملاهولكوا بالخلطه السايله. ده الليمون اللي انت بتعمليه من القشور وترميه. ده الليمون بتستخدميه في كل حاجة، تنظيف طيور، تنظيف سمك، اي حاجة بتستعمليها. تنظيف في مية المسح في الحمام، مية الليمون اللي انت وترميه، القشر اللي انت بترميه بيخلي السمك والطيور ريحتها تحفة. بعد ما تنضفي السمك وتغسليه بالليمون والدقيق، بعد ما تنضفيه دي الدقة اللي انا عاملاها الباردة والحامية. هحدق بقى السمك، شايفين؟ دخلي كده في الفتحات دي، دخلي في الفتحات دي، حدق السمك. وكده بعد ما تنضفي السمك تعمليه بالدقة اللي انت مفرزاها باردة وحامية، بتعصري الليمون، بتعصري الليمون
وتسيبيه شوية على ما تيجي تحمريه. الدقة لازم تتغلغل في الفتحات دي، وتسيبيه شوية على ما تيجي تحمريه. الدقيق بتاعه دقيق ونشا، دقيق ونشا وكركم. دقيق ونشا وكركم، وتعملي له الخلطة بتاعته الغلاف، وتحطي برضو عليه حبة ملح وحبة كمون في الخلطة بتاعته. دي الخلطة بتاعته، دي الخلطة بتاع السمك. لو انت مش عايزة تعمليه كده دقيق بس ونشا، اعملي بقى الدقيق والنشا والكركم، وتعملي خلطة سايلة كده يطلع معاكي مقرمش. يطلع القشرة متغلفة بالدقيق والنشا، ويطلع معاكي مقرمش. عشان الزفارة طبعا بتحطي قشر الليمون عشان تمنعي ريحة الزفارة في الشقة، متطلعلكيش ريحة زفارة.